كابتن احمد ازاي حضرتك؟ انا لسه سامع حضرتك دلوقتي. انا للاسف النهارده طول النهار عمال يجي لي تليفونات كتير قوي من صحفيين، وكان كل ردي رد واحد. انا طبعا مش مقتنع ان كابتن سيد ممكن يقول الكلام ده، لان كابتن سيد مشهود له بالكفاءه والنهارده المحترم وراجل مسؤول. وبعدين يا كابتن احمد احنا لو شفنا شريط الماتش حضرتك بتذيعه هتلاقي الكابتن ناجي مثل انا قابلته ازاي، وده طبيعي، انت عارف في الماتشات بنقابل بعض ازاي. وقابلت الاجوال حتى لما اترمى عليه الشواريخ انا بعت له امير عبد الحميد، قلت له امير من فضلك روح للكابتن ناجي لان انا ما اقدرش اسيب التسخين واروح عشان خاطر ما طلعش الشناوي بره التركيز. نعم. ولما جه كابتن سعيد خدنا بعض بالحضن، جود لك جود لك، انت معاشرني طول عمرك وطول حياتك ودايما تشهد لي بالاخلاق، ودي مش طبيعتي يا كابتن احمد ولا عمري دي كانت اخلاقياتي. هو كابتن احمد اللي حصل بالظبط انا احكي لحضرتك كالاتي. هو كابتن سيد بيقول قبل الماتش وايه تاني يا كابتن؟ قبل واثناء وبعد المباراه، دي التقارير الصحفيه، يعني احنا لم يتسنى لنا التاكد من روايات الكابتن سيد عبد الحفيظ، بنحاول نجيبه على التليفون بس مش عارفين يعني. اتفضل. اولا كابتن احمد قبل ده مستحيل، لان قبل انا كنت واقف مع كابتن احمد ونزلنا سخنا سوا وحصل الشماريخ وخلاص التسخين وطلعنا جوه، وفي كاميرات جايبه وانا داخل وانا طالع يعني. نعم. مش غريبه يعني. وحضرتك لسه اتفضلت من شويه قلت في 33 كاميرا شغالين جايبين الملعب كله يشوفوني انا فين وعملت ايه. ده موضوع. الموضوع الثاني يا كابتن احمد، انا عشان عملت الموضوع ده، لو حضرتك بصيت للموضوع شويه ولو يا ريت الكاميرا، هو في صوره نزلت في الجورنال فعلا حقيقي، مش منزلش من فتره، ان النادي الاهلي يا كابتن واحنا 2-1 في كوره اعتقد اتعملت 1-2 بين اللهم صل على النبي اللي هي جت في العارضه. نعم. كان عبد الله السعيد. دي لو جت جول بقت 2-2 الماتش. نعم. وانت عارف الاهلي في الحالات دي لو 2-2 الماتش هيعلى نفسيا ويركب الماتش وممكن يكسب. نعم. ودي طبيعه النادي الاهلي اللي حضرتك تعرفها ولا انا اعرفها. وكل مدربين مصر تعرفها. ايوه. لما سيسي جاب الجول الثالث انا الو معاك يا كابتن عماد، سامعك. انا قلت سيسي خلص الماتش. جات لي حلقه يا كابتن احمد مش طبيعيه، قعدت اتنطط وقعدت الف حوالين نفسي وقعدت اقول سيسي خلص الماتش. الكلام ده يا كابتن في الجول الثالث ده كان في الدقيقه 93. لان كان يعني خلاص يعني يا كابتن احمد يعني اكون ان انا ابقى ماسك المصري بقى ليش اسبوعين وما قعدتش فيه في بورسعيد على بعض اسبوع، لان لعبنا الانبي ولعبنا اللهم صل على النبي الاسماعيلي. نعم. والعب الاهلي واحقق 7 بونت وابقى كسبان النادي الاهلي وادخل رابع او ادخل خامس، ده انجاز مش معقول. وبعدين يعني طب انا هعمل كده ليه للجماهير يا كابتن احمد؟ انا في ايه بيني وبين النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي؟ انت حضرتك تعلم جيدا صداقتي بالكابتن ناجي، واحنا كنا اصلا زملاء في ثانوي. وبعدين يا كابتن نرجع شويه للتاريخ حضرتك. ايام الكابتن حسام البدري شهاب في ماتش الاتحاد الليبي الاهلي كان مغلوب هناك 2 جم هنا الشوط الاولاني 0-0، الشوط الثاني جابوا جولين وفي اخر الماتش شهاب جاب جول وجري وحط ايده على ايده وقال لك انا خلصت الماتش. كان الماتش كان بيذيعه اعتقد انا سمعته من الكابتن مدحت، قال له يا جزار خلصت الماتش يا جزار. يعني مش معنى ذلك ان وكنا بنلعب فرقه من ليبيا مش فرقه من مصر، مش معنى ذلك ان شهاب بيقول لطالبي انا بضحكه ولا ان انا انت عارف يا كابتن احمد ده شعور بيطلع من الانسان غصب عنه او عفوي يعني. ملوش دخل هو انا كابتن احمد كنت غاسل باب الجنه ان انا عارف ان يحصل مذبحه قذره بالشكل ده في الملعب يا كابتن احمد. يعني مين يا كابتن احمد مواطن شريف مصري مش عايز يجيب حق الشهداء دول يا كابتن احمد؟ بالتاكيد بالتاكيد. انا وحضرتك وغيرنا ده اولادنا يا كابتن احمد، ولادنا واخواتنا وانت تعلم اخلاقي كويس قوي. نعم. وبعدين انا وانا ماسك الزمالك يا كابتن احمد الكابتن حسن مصطفى اكتر من مره يجيب جول ويجري يعمل كده، وانت حضرتك طبعا متابع وعارف. لكن مستحيل يعني. مستحيل يا كابتن احمد. مش عايزين يا كابتن احمد يعني بعد تاريخ التدريبي ده كله وبعد سن يا كابتن احمد انا راجل جد. انا راجل جد النهارده وعندي بنات، انا اولادي كلهم بنات. يعني مش عايز يعني نخون بعض ونشهر ببعض، وانت حضرتك اكتر واحد عانيت في حياتك من التشهير يا كابتن احمد. وما زلت انا عارف، انا متابعك وانت عارف ان انا متابعك، وانت تعلم العلاقه اللي بيني وبينك يا كابتن احمد، وانت تعلم قد ايه الحب اللي بيننا وبين بعض حتى لو ما بنتقابلش او ما بنتكلمش. وانت تعلم اخلاقياتي، وانت تعلم من زمان انا تعاملاتي مع النادي الاهلي ازاي. وانت تعلم. نعم يا كابتن احمد. يا كابتن احمد وانت بتلعب كنا في الماتشات بنعمل ايه؟ بنروح لبعض قبل الماتشات وبعد الماتشات، مظبوط ولا غلط؟ صحيح يا كابتن احمد. ايوه يا كابتن احمد ازاي؟ نعم. انا يعني ليه نخون بعض يا كابتن احمد؟ ليه؟
كابتن عماد مندوب اشكرك شكرا جزيلا، وكان لازم التوضيح الحقيقه كابتن سيد عبد الحفيظ تليفونه مقفول.